التعادل. الكرة الآن في خط وسط الميدان، كرة عالية، ضربة راسية والهدف. فابريس يتحرر خلال الجولة الثانية ويحرر الوداد. للبيج محاولة والهدف لفريق الوداد البيضاوي. الآن ويسان صوت وصورة للجمهور الذي تابع هذه المباراة من البيوت. هدف للوداد. فابريس عندما قلت أنه لا شيء حسم بعد. الوداد لم يلدغ من الجحر في حين الوداد لن يقوم بأي تغيير. نتابع محاولة فابريس. فابريس يستغل خطأ فادح في متوسط دفاع لصالح فريق الوداد البيضاوي. كرة الآن عالية، محاولة فابريس قدامها. الخطورة الآن في هذا الهجوم. فابريس كيبحث عن الاختراق، يسجل. قدرات الفريق النيجيري. كرة ما كانش تسلل. جيسي قدامه. جول أول. هدف رائع جدا. جيسي قدامه يسجل الهدف الأول في وقت لفريد الطلحاوي. فريد عنده الكرة. فريد لخالد اسقاط. كرة مرفوعة. جول دائما لصالح فريق الوداد. تمريره في العمق والتغطيه الدفاعيه. فابريس هداف فوق العاده يسجل الهدف الاول لصالح نادي الوداد. قاري سكوما يبحث عن رفع الكره. سكوما كيرفع كره عرضيه. الهدف الثالث. تابع رعاده سكوما وفابريس. اسقاط في هذه المواجهه. مراد المسن. كره تمرس. الهدف الاول. الذئب والثعلب الكونغولي القادم من نادي الشياطين السود الكونغولي. افضل لاعب فيه كان الشباب احلو ويستين الوداد البيضاوي. عندما فابريس ممتاز. يلا الهدف. الهدف الأول الوداد في هناك عند الإخبار ملوك العسكر يتقدم ليلبس الفانيلا الحمراء للوداد اللاعب. وفرصة خطيرة وهدف أول. هدف أول الوداد من أول دقيقة. عن طريق اللاعب فابريس عندما في وقت الحديث. لكنها جاءت عكسية جزائرية بهجمة سريعة لفابريس مع محسن ياشور. جميلة جدا في هجمة عكسية سريعة قادها محسن ياشور. فابريس مرخ يعني نكذب ونسي في نفسي. نحب نقول باهية الآن من الحارس والتسديدة والهدف الأول. طبعا مش باهي لما تكرر الخطأ واثنين والثالث. فريق بحجم الوداد بتعمق الوداد يعاقب. مش معقول هدية من سامح الدربالي باش تعذب الترجي لإعطاء صلاحية أكثر لحكم الساحة حتى يكون قريبا جدا ومتابعا خطيرا. جيسي عندما يسجل. غاب طويلا عن الجولة الأولى وحضر في الجولة الثانية ويسجل. الهدف الثاني بالنسبة لفريق الوداد الرياض البيضاوي. هدف فابريس عندما الذي نعاين في الصورة. هدف وخطأ مجاني نعاين يستغله بنجاح كأس العرش. إذا فريق الوداد البيضاوي تابعنا كيف يراوغ مراد لمسن تصطدم بالعارضة.
البيضاء والتعود من جديد. يسار طويله باتجاه اللاعب ليسمويتيس ضربه راسيه وتدخل كره التعادل. هذا جميل للاعب فابريس أونداما. اذا هدف التعادل الاوقات كيمرر لعمر رشدي. عمر رشدي امامه الشاعري وجه لوجه الان. عمر رشدي كيرفع الكره. يا سلام على الهدف. يا سلام على الهدف بطريقه جيده. هذا هو فابريس. رجعت الكره وداديه فرصه خطيره. هدف لصالح فريق الوداد. هدف بطريقه جميله. التصويب عن بعد حل من الحلول. شله مع المدرب رشيد الطاوسي وجه لوجه. الكره مشات للجهه اليسرى للوداد البيضاوي. مشات للوداد البيضاوي يبحث عن تمرير الكره في منطقه الجزاء لتتواصل المباراه والنتيجه 0-0. كره بالراس. هنا سنتابع الركنيه لصالح الوداد. ترفع الكره دائريه. فابريس أونداما فيفيان كروشي تقطع الكره مرتده لفريق الوداد. جول لفريق الوداد الرياضي البيضاوي. كيرفع كره دائريه بطريقه جميله. عليه الكره الراسيه فرصه. فابريس أونداما لاحظوا حاول انه يبعد الكره ارتسمت بلمسن وفابريس لمحاوله لبين فريق الوداد. فابريس أونداما يتمكن من تعديل الكفه. مرة لهذه المقابله ارسل الكره كشاف بالرغم هذه المتابعه للمخاطره العملي. الواقع تقدم 1-0 الوداد 1-0. هدف رائع. هذه الاهداف التي تشرف الانظار والجمهور بينكم. عديد من الانديه التونسيه ان لم تخن الذاكره كان كذلك فريق الصفاقسي التونسي دخل بمفاوضات جاده لجلب فابريس أونداما. يمكن أن نقول تسديده لا تصد ولا تعد بطريقه اللاعبين للوداد البيضاوي. نتابع يرفع الكره بطريقه جيده. الحارس هشام علوش كان متقدم وبالتالي لم يجد بد في حراسه هذه الكره. وفابريس أونداما الهدف الثالث. اذا انتهت تفضل من الامر وانفوجه خطيره. شاهدوا كرة لعبت بشكل ممتاز في الجولة الأولى. يأتي بعد ذلك سعيد فتح التمرير من جانب فابريس أونداما. يضع الكرة في الشباك. وينو الرمالي اللي ما كانش المكان مناسب. تابعنا حواسي اللي ما كانش من اللاعبين الأنانيين وقام التمريرة آخر المطاف. جات التصويبة بشكل ممتاز. كره عاليه يسجل الهدف ثاني تمريره من رجل بكري كونيتو. عندما خلاه يراقبنا كان على حق. منين جات الكره ما ضيعش ديك الكره وبالتالي كان الحضور ديالو يراقبنا جد فعال. اذا الوداد تتابع من خلال الاعاده يعني بناء هجومي محكم لعناصر فريق الوداد كينهي فابريس أونداما. الكورتي وليد الكرتيز دار نصير بسهولة. نصير مستيزي نصير دابا في أونداما. جول دام سويتر زورو ديال بيت الوداد البيضاوي. دقيقة كرة على الجهة اليمين. اسماعيل يتقدم. اسماعيل يساري. ودادي لك حبي وفؤادي الأحمر الوداد. واخيرا قلت بانه منذ دخول فابريس أونداما تمنيت ان تكون مصر واهتمام كبيره ومعجب بهذا اللاعب فابريس أونداما رغم ما مر به ومرحله
الكره لكن تعود مره اخرى للوداد العاطف. نصير يلعب نصير